اتصل علي رجل من أحد المناطق، قال لي قصة عجيبة جدا. يقول أنا صاحب القصة يعني، وحتى يعني قال لي أبو عبد الله لك المجال اذكر، يعني حتى جزاه الله خير يعني أعطانا الاسم، لكن أنا قلت من ديدني إني ما أنا حريصا على. يقول كنا في بيتنا، الوضع طبيعي كأي أسرة، وأنا القيم على الأسرة، أبوي متوفي وعندي خيتي تسوى ما عيوني. وانتبهوا، لكن تسوى ما عيونه، لكن لا يعني ذلك أنه ما قصر. فيقول وصلت سن الزواج وأميمتي تعبانة وأنا المسؤول عن الوضع، فتقدم لنا واحد من الأقارب. يقول أول ما شاورت أختي بالموضوع أبدت عدم ارتياح، ما لا رغبة، لكن يقول أنا مشكلة العرف المجتمعي عندنا وقريب وهو النعم ذي وال من قبل ما نسأل ولا نحيله وصعبه. يقول أنا أعترف أني قصرت بالسؤال، ألحيت عليه وضغطت عليه حتى وافقت. يقول تم الزواج. يقول راحوا شهر العسل وتمشوا واستانس وجاء. يقول بعد ما جاء وراحت السكرة وجت الطباع الحقيقية والطبائع، أي نعم، ويقول بديت ألحظ على أختي كل ما تيجي للبيت تبي تطلب مني إني أسولف معه، بس يقول طبعا هو يشتغل قطاع خاص وأموره زينة ولاهي. يقول أنا عندي أصلا قناعة سابقة وهي مغلوطة، لا تجدع إذنك للحريم ترى توجع راسك وثرثرة. فيقول أحاول أعتذر وإن شاء الله تمشي أمورك ولا عليك وتصلحين مع زوجك، العبارات الكلاسيكية المتوارثة عند كثير من الناس. يقول كانت كثير تحاول إما ترسل لي تقول لي أبى أكلمك فلان، لا جت تمشي فلان ودي أسولف معك. يقول وأنا أتعذر أو أكون فعلا منشغل. حتى يقول مرة من المرات واقفة عند الباب وقالت أبيك. يقول التفت علي وقلت أعطيني اللي عندك، فحست أن المسألة تحصيل حاصل ولا نبجالس مستوعب اللي هي تبي تسولف لي عليه. فقالت لي لا والله ما بالله رضاك وسلامتك. وهذه نقطة مهمة يجب الانتباه لها. الشاهد يقول بعد فترة يوم من الأيام، وهو يعني يقول المنعطف اللي أفقت من رقدتي، يقول جاية عندنا بالبيت ويعني آخر الليل يبي ياخذ زوجه، مر عليه اتصل عليه وركبت. يقول بعد ما راحت أنا موجود بالبيت، بعد ما راحت أبد راح 5 دقائق أو 10 دقائق إلا تتصل علي، أسمع صوت يعني سيارات طبعا هذا كلام قبل قيادة المرأة. يقول أسمع صوت، قلت له فلانة سلامات. يقول أنا راح بالي إنه حادث لا قدر الله حاجة. قالت لي بعبارات متكسرة وبه ألم، قالت فلان أنا عند الإشارة فلانية، ترى أنا من بعيدة عن البيت، أغديك تمر علي، أنا ترى جاي للبيت بس على رجوله هي سلامات بكم شيء زوج. قالت ما بي إلا العافية وزوجي رايح وأنا ترى جايه، أرجوك مرة. يقول أنا صعقت ما أدري. يقول رحت لما مريته وفعلا تمشي وركبت معي. أختي يقول بها العبرة ودي تكلم، أنا أسأله وهي تشير لي تقول لي يعني خلنا هدي شوي. يقول أنا يعني تلخبطت حتى ذهنيا وعجزت أجمع وش الوضع، زوجك ضاربت أحد تعرض لكم. قالت ود للبيت وبعدين دخلت البيت جلست عنده ركدته سميت عليا وهديته فلانه. طبعا ما جابت عيال يعني ما كتب الله أبناء. يقول بعد ما هدت قالت فلان بعدين بسولف عليك، لكن بس أعلمك أني ليش نزلت. زوجي بحالة غير طبيعية، يوم يشيله يوم يشيله من البيت تراه بحالة غير طبيعية، ولذلك أنا نزلت يقول اتصل بي الزوج من بكرة نسيبنا، حاول يعني يدمدم الأمور أنا قفلت الباب تماما وقلت بعدين
يبي يكون بيننا وبينك تفاهم. الآن أختي تعبانة. يقول بعد فترة بسيطة أقل من أسبوع إلا تتعب أختي، وبدأ به أعراض تعب باطنية. وديناه المستشفى، قالوا عنده اشتباه قرحة بالمعدة. توالت، ازداد الألم، تعبت، بدينا يعني نحاول نحتوي الموضوع حتى جاء يعني بعض الأمراض اللي تكون نادرة عند الإنسان. يقول أخذنا فترة على هذا الوضع، والبنت تغلب السكوت، ما تكلم ولا عنده استعداد تسمع من أحد، صامتة، والمرض ينهش في جسمه. أختي يقول قدامي أنا أشوفه ما هي طبيعي. يقول أشاروا علينا في أحد المستشفيات برا بألمانيا، وأنا يقول أموري زينة، رحت به ألمانيا وبدينا نعالج، ناخذ فترة علاج هناك، وقالوا تبي تطول. ويقول أنا تفرغت لهالوضع. يقول سبحان الله العظيم، كان في رجل إنجليزي شايب كان يجي للعيادة، يبدو أنه عنده مريض لكنه مو بطبيب بالعيادة، وجالس يعني حط باله شوي الوضع أختي. وطبعا يقول معنا المترجم حنا، ويبدو أنه نظامهم أنه بالمشفى أنهم يسكنون بنفس المشفى، وعندهم طبيب نفسي وكذا يتابع الحالة. وبدأ يستمع. يقول أنا ألحظه أنه يسأل المترجم وياخذ ويعطي. سأل أختي كم سؤال، وصار يعني ألفناه وحنا هذا الرجل، يعني صار مثل الأخوة الكبير لنا. يقولوا بدينا نسولف معه وياخذ ويعطي معنا، وارتاح لي وارتحت له. بعده يمكن ب10 أيام كنت جالس أنا بالاستراحة وأختي تعالج. جاء هذا الشايب وقال لي أنت أخ للبنت؟ قلت له نعم. قال تدري من هو المسؤول عن كل المصيبة اللي فيها؟ معنا طبعا الترجمة. قال ما أدري، تعبانة. قال أنت المذنب وأنت المجرم، والمفترض أني حاسبك أنت. يقول أنا حسبه كلامه يعني إيه يمزح ولا بس الرجل جاد يعني رجل. يقول أنا باخذ وأعطي أنا وياه. وقال أختك صحيح عنده مرض الآن، لكن كل السبب الرئيسي شحنات نفسية تراكمية ازدادت ما فرغت، وتحولت إلى أمراض جسدية، وأختك ستهلك أمامك. طبعا معروفين الإنجليزيين شوي بالحدة، ما عندهم مجاملات، يعني يعطيك إياه كاش، ما عنده لا دبلوماسية ولا شيء، يعطيك إياه من الآخر. فيقول أنا يعني يقول بين مصدق ومكذب. يقول طبعا ومشى، قال علاجه عندك، وأنا أنصحك لا تكثر العلاج وابتدئ العلاج من عندك. يقول عطان بعض الخطوات النفسية. الشاهد يقول انتهت الفترة ورجعت أنا وأختي. يقول فأقسمت يمين إني أجلس مع أختي، أفرغ نفسي وأعمالي كلها أوكله وبجلس لأختي. يقول لي هو يتكلم معي، يقول يا أبو عبد الله أقسم لك بالله العظيم إنه خلال 6 أشهر فقط، إني ما أقول لك رجعت أختي 100%، لكن 70% رجعت وبدأت تتلاشى. وش المفاجأة اللي صارت؟ كانت تلاحظ على زوجها ملاحظات، لكن من الحياء والأدب ودت تفضفض الإخوة، ودت تحكي عليه، لكن ما كان هناك فرصة. كان يتعاطى، وكان يأخذ من ذهبه ويبيعه، وكان يستخدم اسمه بالتعامل التجاري، وكان ولا شيء قيمته عنده. تراكمت عنده الإشكالية هذه حتى تحولت عنده أمراض. يقول الآن وضع أختي أبشرك للأفضل، وأنا أموري إن شاء الله للأفضل في مسألة احتواء أختي في مثل هذه الأمور. أنا واقفة بس سريعة لأن عشان ما استأثر بالحديث. أقول يا جماعة يا فضلاء، الفضفضة جانب علاجي نفسي رائع. رسالة للجميع، استمع. ما يلزم أن يكون عندك علاج. الفضفضة إذا كنت تريد أن تكون بالطريقة المستقيم. ونرد على من يقول لك بعض العبارات أن الفضفضة جزءا من التعري. نعم هي جزء من التعري إذا وضعت في غير موضعها. لا تفضفض إلا لشخصين، إلا لمن يتصف بصفتين، وأنا المسؤول إن خرج هذه الفضفضة عن مساره. فضفض لمن يحبك،
وفضفض لمن يحفظ السر. لا يلزم من الفضفضة أن فيها علاج، لكن الشحنات اللي يسمونه علماء النفس التنفيس الانفعالي لا بد أنه أحد يسحبها منك إذا فضفضت لمن. أختم بجزئية. الفضفضة نوعين: الفضفضة من الغير والفضفضة إلى الغير. الفضفضة من الغير، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل في صورته الحقيقية خشي على نفسه، ودخل على خديجة وقال دثروني دثرون، خشي على نفسه. مش قالت له خديجة رضي الله عنها؟ قالت كلا وأبشر لن يخزيك الله أبدا. ثم أخبرته أنه تكرم الضيف وتحمل الكل وتعين على نواب. هذه فضفضة سحبت الهم وهو نبي. أما الفضفضة إلى الغير، أنت كلنا ما في أحد منا ما يسلم من أخطاء أو هموم، يجب أن يكون لك أحد تفضفض حتى لا تتراكم عليك المشاكل النفسية وتتصاعب ثم تحصل الأمراض الجسدية. وهنا هي النهاية. فرق بين الشكوى والفضفضة. الشكوى لله عز وجل، لا نشتكي إلا لله عز وجل، لكن الفضفضة هي ذكر الأمر ليس على سبيل الشكاية، وإنما على سبيل تخفيف الهم والأحزان والهموم. وبهالطريقة هذه تخفف كثير من المشاكل. وأنا أقول رسالة لكل الأزواج، رسالة لكل الأزواج والزوجات. أراهن وعندنا سعادة محامي وأجزم أنه قد يكون له تعليق جميل حول هذا الموضوع. أجزم أنه كثير من المشاكل الأسرية لو أتقنا مهارة الاستماع بين الزوجين، اللي هي الفضفضة بلغة راقية، مو تسمع عشان ترد، لا، تسمع لأجل الصلح، لاندثرت كثير من المشاكل الأسرية، لأننا نستمع إلى بعضنا. والنبي صلى الله عليه وسلم استمع وهو خير البشرية. الله يجزاك خير أبو عبد الله.